لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد انتظار تكشف عن قراراتها بخصوص ما رافق مباراة نهائي الكان بين المنتخب الوطني ومنتخب السنغال. بخصوص الجانب السنغالي، تم توقيف مدرب منتخب السنغال بابتياو ل5 مباريات رسمية تابعة للكاف مع تغريمه 100,000 دولار بسبب سلوك غير رياضي والمساس بمبادئ اللعب النظيف وصورة كرة القدم. كما تم توقيف كل من إليمان نانداي واسماعيل صار لمباراتين على خلفية سلوك غير رياضي تجاه الحكم. اللجنة فرضت غرامة مالية على الاتحاد السنغالي بلغت 615,000 دولار توزعت بين سلوك الجماهير والتصرفات الغير رياضية للاعبين والطاقم الفني، إضافة إلى عقوبة مرتبطة بتلقي 5 لاعبين إنذارات خلال اللقاء. من جهة أخرى، أوقفت اللجنة الانضباطية لاعب المنتخب الوطني أشرف حكيمي لمباراتين، واحدة منها موقوفة التنفيذ لمدة سنة، فيما تم توقيف اسماعيل السباري ل3 مباريات رسمية مع تغريمه مبلغ 100,000 دولار بسبب سلوكه الغير رياضي حسب البلاغ دائما. اللجنة فرضت أيضا غرامة مالية على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بلغت 315,000 دولار بسبب سلوك غير مناسب لجامع الكرات واستعمال الليزر من طرف بعض الجماهير، إضافة إلى اقتحام لاعبي وأفراد من الطاقم التقني لمنطقة مراجعة تقنية الفيديو المساعد فار وعرقلة عمل الحكام حسب ما تضمنه البلاغ دائما. في ذات السياق، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفضه الطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمتعلق باتهامات بخرق مواد من قانون كأس إفريقيا من طرف الاتحاد السنغالي. للإشارة، القرارات صدرت بعد جلسة تأديبية خصصت لدراسة جميع التقارير المرتبطة بمباراة نهائي كأس أمم إفريقيا والتي جمعت بين المنتخب الوطني ومنتخب السنغال.